بس على اخواتي وحبايبي، يا رب كلكم تبقوا بخير وصحة تملي كده يا رب. انا ممكن اتاخرت شويه في الاخبار ديت، بس خلينا نتكلم فيها مع بعضينا شويه. اول حاجه خبر باتشيكو زي ما احنا عارفين رفع قضيه عند الزمالك بسبب مستحقاته اللي ما خدهاش في وجود مجلس اداره مرتضى منصور. رفع قضيه وكسب بيعتبر القضيه، ولكن القضيه عمل فيها استئناف والكلام ده استمرت، ولكن القضية تم تأجيلها ليوم 31 يوليو. تم تأجيل القضية ليوم 31 يوليو. فأنا شايف دي حاجة كويسة جدا إن هو تم تأجيل القضية. إدارة مجلس الإدارة اللي عندنا يقدر يركز في قضية خالد بوطيب طول ما تم تأجيل القضية ديت. فدي ميزة حلوة إن هي اتأجلت. فده شيء كويس ان هي اتأجلت. الحوار الرياضية اتأجلت، فانا شايفه ده شيء كويس وفي مصلحة نادي الزمالك. تاني خبر معانا، نادي الزمالك وإدارة نادي الزمالك نجحت في ان هي توصل لحل مع محامي احمد بن حاج زي ما احنا عارفينه. جبناه من نادي اسوان. جبناه لعب في نادي الزمالك، لعب 6 شهور. ما استفدناش منه بأي حاجة، لأن هو لعب خامة كويسة جدا. لو كان فضل في الزمالك كان هنستفاد، لكن مشي وما استفدناش منه بأي حاجة. رفع قضية وله مستحقات، لكن نادي الزمالك قدر ان هو يحلها بشكل ودي، واللاعب خلاص مش هيعمل مشاكل ولا كده هيقف بسببه ولا اي حاجة، والقضية هتنتهي بشكل ودي، وهو تقسيط الغرامة مع محامي احمد بن حاج. تم الحل المشكلة خلاص. تاني حاجة رضا هيكل. اتدلع يا رضا. رضا يا رضا. اتدلع يا رضا. انت يعني حاجة كبيرة عندنا يا رضا. مش هقول لك حاجة عظيمة عشان العظمة لله وحده، بس انت حاجة كبيرة عندنا. انا مش عارف ايه المشاكل اللي دايرة عليك، انا مش عارف ايه المشاكل والله، بس انا لا اقدر اقول يا رضا انت ما ينفعش تمشي، ولا بسبب أسرة ولا سبب أي حاجة. أنت زيك زي شيكابالا. هو شيكابالا مفيش حد زيه عندنا في الزمالك، لكن برضه أنت حاجة مهمة جدا في الزمالك يا رضا. أنت حاجة مهمة جدا. فأنت غيابك يا رضا مؤثر. فهو اللي عايز يعرف السبب اللي هو قاله بلسانه. انا ماليش دعوه بقى الاعلام بيقول ايه، انا ليا الراجل قال ايه. الراجل قال ايه بلسانه، قال بسبب اسرتي وفي مشاكل اسريه مش لازم اوضحها، فانا هضطر ان انا افسخ التعاقد مع نادي الزمالك بكل تراضي. وصح، تم فسخ التعاقد بكل تراضي بين نادي الزمالك وبين اللاعب. لكن انا حزين عليك، انا مش حزين عليك انت بس يعني. تعال بص، اخر فتره الالعاب الصالات، كره اليد، كره السله، كرة الطايرة، كل حاجة في الصالات نادي الزمالك عمال يخسر 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 يخسر. احنا اخر فترة ناجحين في كرة القدم، فاشلين بأي حاجة تانية. أي حاجة تانية احنا فاشلين فيها. فأنا يعني بوجه كلمة لمجلس الإدارة، ما تنجحليش في كرة القدم وتفشل لي في أي حاجة. أنا أي حاجة فيها اسم الزمالك بتمنى إن هي تكسب. أي حاجة فيها اسم الزمالك بتمنى إن هي تكسب. فاظبط دنيتك، اظبط دنيتك. مش معنى ان انت مفرحنا بكرة القدم تحزننا من الناحية التانية. لا، اظبط ده واظبط ده واظبط ده. اتمنى ان انت تظبط كل حاجة، واتمنى يعني رضا يكمل نوصل معاه لأي حل. فبس تاني حاجة خلينا نقول قائمة نادي الزمالك اللي مواجهة لماتش البنك الاهلي ان شاء الله بكره الساعه 7. نادي الزمالك في حراسه المرمى معاه عواد، ومعاه معاذ علاء، ومعاه عبد الرحمن، ومعاه في خط الدفاع كل من المسلوسي وعمر جابر وحسام عبد المجيد والزناري وياسر حمد واحمد فتوح. معاه في خط الوسط كل من دونجا وشحاته، محمد شحاته واحمد حمدي وزياد كمال ومحمد عاطف ومهابي ياسر وعبد الله السعيد وناصر ماهر وقصدي مصطفى شلبي، وقصدي زيزو. وكل من في خط الهجوم كل من ناصر منسي وسامسون اكين. ونتمكسب نادي الزمالك ان شاء الله بكره وبس. سلام.